ووضبوه يا رجاله. طبعا فريد شوقي مش هيتضرب بقى يعني ويقوم وديب ديب ديب كده ويقول لهم سلام عليكم ويمشي. فالمهم بيرجع بيته من بعد غياب يومين ولا 3، وبيقولوا له انت كنت فين؟ فبيقول لهم طلعوا عليا حراميه. فبتقول له حراميه ايه؟ هو انت حيلتك ايه؟ قال لهم اهو بقى نصيبي. فالمهم يروح بيجيب زلعه بيقول لها ده في كل اللي حوشته في حياتي، خليهم معاكي، لو ما رجعتش اصرفي على البنت وما تحرميش نفسك من حاجه بقى او حاجه تتسند عليها، لكن لو رجعت رجعها تاني مكانها، ها رجعها تاني مكانها. وبيروح فريد شوقي انه يقرب من محمود المليجي عشان يعرف يقتل منه، لكن رجالته بتوقعه في مشكلة وبيسرقوا كردان دهب ويحطوه في جيبه من غير ما هو ياخد باله، وبيبدأوا ان هم يسلموه للبوليس. وبيروح لرئيس الديوان، وقبل ما يحكم عليه بقطع ايده بيجيله قرار من الحاكم انه هو عايزه دلوقتي